بعد الصلاة. قال سيدنا انت ذكرت هذه العبارة بأنه واحد قال لك أن تصير خوش آدمي، فقلت له لا، أنه تصير آدمي بالبداية وبعدين تصير خوش. ايش تقصد؟ تحدث القرآن الكريم هو الذي يتحدث عن ذلك. لما نيجي بالقرآن شو يقول لك؟ يقول لك أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يجيك بعد يقول لك وإذا الوحوش حشرت. وحوش حشرت يا وحوش الحشر، الوحوش البشرية التي قال عنها الحسين عليه السلام كأني بأوصالي هذه تقطعها حسلان الفلوات. حسلان الفلوات شنو؟ ذئاب يعني بين النواويس وكربلاء. زين الآن نسأل، هل ورد تاريخيا بأن الذئاب قطعت جسد الحسين؟ بالعكس، الحيوانات تقول الروايات بأن مجموعة من الحيوانات الطيبة لو جاز التعبير جاءت وحمت الجسد الشريف من الشمس، ظللته من حرارة الشمس. إذا ماكو ذئاب قطعت الحسين. شو يقصد بهذا؟ يقصد البشر الذين هم كما يقول المسيح عليه السلام يلبسون مسوح الضأن وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. انت تشوفه كأنه وديع، حمل وديع، لكن واقعه هو ذئب بالداخل مالته. موضوع الشاهد. فإذا الله سبحانه وتعالى لما أراد يصلح هذا السير الانعكاسي الذي ولد ظهور الفساد في البر والبحر، سوى؟ قال لك لا، انه انا ما اجي اعالج المشكله بمشكله اخرى، انه انا شنو فائدتك؟ اصلح ظاهرك، خليك تربي لحيه وتشيل سبحه وتصلي، ولكن باطنك ممتلئ بكل شر ونجاسه، مو صحيحه. ولذلك بعض الناس يقول لك انا التزم لي اسبوعين ثلاثه، اصلي صلاه الليل واقرا القران ما ادري شنو، ورا فتره ارجع على المعاصي التي كنت اعصيها. ليش؟ واضح، لانه حبيبي انت غيرت عملك الخارجي، اما الجذور الداخليه للاعمال السيئه ما طلعت. من قبيل شلون انت عندك حديقه بها دغل، حلفه ودغل، لا ادغال، فمره ايش تجي تسوي؟ تقصها بالماكينه من فوق، كل ما تقصها شو يصير به؟ الجذر يقوى مالته. صح انت مظهر ما لها باوع بالحقيقه ما بها ادغال، ولكن شنو؟ الجذور مال هاي الادغال في العمق سوف تبدا بالتضخم، فتخرج شنو؟ النبته مره ثانيه تطلع بشكل اعظم اكبر. فاذا شنو العلاج مالته؟ اي فلاح يعرفها، يقول لك تشلعها من الجذر، اما انت تشلع لها من فوق هذا انما هو تزين وانما هو رياء. الواقع شنو؟ انت تريد تغير علاقتك ويا الله سبحانه وتعالى، غير داخلك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اول ما اجي ما اباوعاني مثلا مسوي كذا وكذا، الافعال ما باوعها، وانما باوع للرذائل الداخليه التي تنشا عنها الافعال. يعني هو هذا الانسان مثلا الذي يذهب وينظر الى النساء بشهوه مثلا، ليش ينظر الى النساء؟ هيك واحد عيونه تروح واحد لو اكو شيء بداخله حق التي هي شنو؟ هو النفس الاماره بسوء شهوه جنسيه. زين هذا الانسان حينما ياخذ غيبه، ليش ياخذ غيبه برضه؟ هو يدري الغيبه حرام، ماكو واحد منهم ما يعرف الغيبه حرام، ليش ياخذ غيبه؟ لان اكو رذائل بداخلي التي هي الحقد والحسد والى اخره تدفعني ان اترجمها الى الخارج. ظهر الفساد، شنو اترجمها؟ اسمع واحد خير والناس تحبه وطيب وكذا، مثلا مسوي له ذنب قبل 20 سنه، شو سوى؟ يوم عمه ذاك اليوم ما قلهم قبل 20 سنه وتاب وصلح الرجال، قلهم ذاك اليوم ايش كان يسوي؟ لا، انما هذا وين من جاي؟ انما جاي من الرذيله الداخليه للانسان. مثلا انت تجي تصلي جزاك الله خير، بس كل شيء ما صفر على الشمال، لا تعرف ايش قلت، لا تعرف وين خلصت وين وصلت، ساعه شك بين الركعات، ساعه ما ادري ايش تسوي، ساعه تفكر بالدنيا. هذا شيء يسبب ارجع اعالجه والله. شو اسوي؟ يجيك واحد يقول لك ظل وعدتر بركز عدتر، شو له علاقه التر؟ النظر مال العين ما يصفي ذهن الانسان وداخل الانسان. شو يحتاج؟ يحتاج ان اشوف الاشياء اللي بداخلي قاعد تولد حجب. هو الانسان هذا اللي يصلي وما ملتفت لله، شنو معناه؟ معناه الله طارده